بالعاصمة الرباط. مدينة الأنوار جاهزة لاستقبال جماهير كأس إفريقيا للأمم. قبل مشاهدة المباراة وحتى بعد مشاهدتها يمكن للزائر أن يتعرف على بعض المعالم التاريخية والثقافية للعاصمة الرباط. أسامة أفخير، يوسف لطفي. أهلا بكم. على بعد أقل من أسبوعين على احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم، تستعد مدينة الرباط لاستقبال الجماهير من داخل المغرب ومن خارجه. مدينة تجمع بين الجمال، الحدث والثقافة. في هذا الروبورتاج نأخذكم إلى أبرز المعالم التي يمكن للزائر أن يزورها خلال إقامته بمدينة الرباط. فلنبدأ جولتنا. هنا في قلب الرباط تقع صومعة حسان، أحد أهم المعالم التاريخية في المغرب. هذا الفضاء يحكي جزءا من هوية المملكة. إلى جانبه يوجد ضريح محمد الخامس، أيقونة معمارية تستقطب الزوار من كل مكان. زيارة هذا الموقع تمنح فكرة واضحة عن عمق الحضارة المغربية ورمزية الرباط كعاصمة تاريخية. على بعد دقائق فقط من وسط المدينة تقف قصبة لودايا شامخة بإطلالتها على المحيط. هنا تلتقي الجمالية المعمارية بالأزقة الزرقاء والبيضاء. بين التاريخ، الطبيعة، الحدث والجمال، الرباط جاهزة لاستقبال ضيوفها الذين سيأتون لتشجيع منتخباتهم، ولهم نقول مرحبا بكم في عاصمة الأنوار، ونتمنى لكم مقاما سعيدا وكأس إفريقيا ناجحة.